كوني قوية لأجلك أنت، كوني أجمل مما يظنون، كوني كما تحبين دائما، صعبة الكسر، مليئة بالحب، رائعة، مختلفة، كوني دائما أنت. في اللحظة التي تحس فيها بأنك لوحدك، في اللحظة التي تحس فيها أن الكل قد تخلى عنك، في اللحظة التي تجد فيها نفسك قابعا في نقطة الفراغ، نقطة الصفر، نقطة العدم، فاعلم أنك في مرحلة لا شيء. الجميل في هذا الأمر هو أن مرحلة لا شيء تلك هي اللحظة الوحيدة التي يمكنك فيها الانطلاق بإبداعك بكل ما أوتيت من عزم لتفجره على مدى السنوات اللاحقة. قد لا تصدق كلامي الآن، لكن سيأتي عليك يوم ستصدقني فيه. الكثير منا يخدع نفسه باللوم، لوم خائن على غدره، لوم سارق على نهبه، لوم مجحف على رفض ملفه، لوم الجو على تلبده، لوم الدهر على قسوته، لوم العمر على مضيه. بينما الغير يتسارع وأنت تتراجع، بينما الغير يتطور وأنت تتقهقر، بينما الغير يتقدم وأنت تتألم. في مرحلة لا شيء يختفي الجميع وتقبع أنت لابثا وسط الفراغ. فاعلم أن لا الإنسانية تكترث لجوعك، ولا هي تصغي لأنينك، ولا هي تجازف قيد أنملة لتعينك، ولا هي تتعاطف معك في أزرك. انهض، انفض عنك غبار الأعذار والماضي والظلم والقهر، انسلخ عن دور الضحية الذي أنهك كيانك، أصغي لقلبك ولو لمرة، وسترى ما الذي سيحدث، سترى ما أنت قادر على تحقيقه. ستتحول حياتك جذريا، ستنظر إلى الأمور بمنظار آخر، ستشاهد مسلسل حياتك من الخارج، وستضحك من أعماق قلبك على لحظة الآن نفسها التي تبكيك. ستحب الناس رغم اختلافهم، ستتقبل وجودهم رغم نقائصهم، ستتعرف على أكثر شخص جدير بالمعرفة. عليك أنت، ستتعلم كيف تحبك أنت، ستتعلم كيف تحترمك أنت، ستتعلم كيف تضع حدودا للغير كي لا يغدر بك ولا يستخف بك. فلا أحد قادر على أن يؤذيك إلا إذا سمحت له أنت بذلك. سيتغير واقعك جذريا